بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال النهارده اما نشوف الراعي الرسمي للبرد اللي احنا فيه ده، البليله يا حبايبي. ما شاء الله نعملها مع بعض النهارده الخميس، حاجه تدفينا كده واحنا قاعدين. مش بتاخد وقت ولا بتاخد يعني السويه كتير. اقول لكم على تكات حلوه كده في السويه، ان شاء الله مش هتاخد منكم وقت. قوموا تعالوا جربوها وغلوا اللبن كده وما شاء الله واعملوها جميله. بس يا رب يكونوا ولادكم بيحبوها بالزبيب والمكسرات، لان ولادي مش بيحبوها بالكلام ده. انا عامله الطبق الكبير ده للي بيحب كده، والبولات الصغيره دي يعني اللي هم ايه، لبن بس وبليله فقط، غير كده لا. حتى السمنه مش راضيين بيها كمان. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا ما نبدا الفيديو الجميل ده. مبدئيا كده معانا ايه، حوالي نص كيلو بليله اهوت، ما شاء الله نقعناها حلو نضيف وغسلناها بلنا بتاع 10 دقايق كده بسيطه. وبعد كده يا حبايبي بس اهم حاجه غسله نضيف. وبعد كده هننزلها بقى في الميه اللي هي ايمن الغريان زي ما انتم شايفين كده. طب بتاخد مننا وقت يا شيف، وبتقعد تغلي كتير وبيحطوا لها حاجات كده اضافات عشان تتغلى ومش عارفه ايه وتستوي. لا والله هي تاخد منك ربع ساعه بس اهم حاجه ما شاء الله تكوني هتزوديها بميه مغليه، وهتاخد معاك حوالي ربع ساعه على النار. وبعد كده تطفي وسبيها بحالها زي ما انا بقولك بميتها كده، وهي ان شاء الله باذن الله غطى عليها وسبيها ان شاء الله حوالي ربع ساعه بس، ما خدتش مني اكتر من ربع ساعه. يعني هي ايه لازم ان هي يعني ما شاء الله ايه تفشر كده زي ما بيقولوا، وتطلع القلب بتاعها الابيض الجميل ده عشان خاطر تبقى طريه كده تحت ايه، واحنا بناكلها كده تحت دروسنا كده. طيب لو بتحبي تسويها قوي زودي خليها نص ساعه من ناحيتك. انا برضو بحبها معقوله، مش بحبها مستويه قوي. طيب بعد كده انا بوريكم طريقه ايه، يعني مراحل سويه زي ما انتم شايفين كده. هي لسه دلوقتي لسه ما دخلتش على السويه اهو. بعد كده يا حبايبي بقى ايه، يعني انا سبتها شويه كمان يعني 5 دقايق كده. بعد ال10 دقايق بقت ربع ساعه. وبعد كده غطيتها وسبتها حوالي ايه 10 دقايق لحد ما شاء الله ما الميه بردت عليها خالص. حسيت ان هي ما شاء الله زادت معايا، وبقت عامله بقى النشا بتاعها دي اللي انتوا شايفينه ده. في ناس بيحطها باللبن في النشا، لا انا بغسلها او بصفيها منه. لو عايزين تحطوها حطوها، فيها فايده جميله جدا. لو وصلتوا مع المقطع ده حطوا لكم كومنت حلوه كده ولايك جميل يشجع الفيديو الجميل ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه الجميله بتاعتنا المتواضعه يا ريت يشترك، دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرحنا. متفقين مع بعض كل خميس نعمل حاجه حلوه تدفينا. ان شاء الله هنعمل السحلب مع بعض وهوريكم طريقته حلوه وطريقه سهله واقتصاده، مش هياخد منكم ايه حاجات كتير لان بنشتريه من بره بصراحه بيبقى غالي. طب انا كده فضيته ما حطيتش اي اضافات لسه. انا بقى عملت البوله الكبيره اللي انا اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله حطيت لها بقى ايه، يعني لسه ما كنتش حطيت السمنه الصراحه. وقت ساعتها كده بحط السمنه البلدي طبعا. انا حطيت ايه بشر رفيع وبشر عريض وحطيت يا حبايبي الزبيب ده ماشي. بعد كده بقى يعني بغرف بقى من البوله الكبيره دي في الاطباق بقى، وبحط معلقه السمنه كده البلدي ما شاء الله لا يعلى عليها. جربوا بالطريقه دي يا حبايبي يعجبكم قوي، يبقى جميل جدا لاولادكم يدفيهم وحاجه جميله. وتنسونا في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه. يا رب يدومكم نعم علينا، يا رب جمعه مباركه علينا وعليكم يا حبايبي. مع السلامه.